السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بالف خير وسلامه ان شاء الله، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. اليوم نشارك معكم واحد الفقاص ديال الكركاع واللوز، كيجي هائل وممتاز ورائع. عندي 500 غرام ديال الدقيق، عندي 500 غرام ما بين اللوز والكركاع، وعندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزبده، كاس ديال الماء والماء الزهر، ونص كاس ديال الزيت، وجوج بيضات وبيضه للتزيين، وعندي واحد نسكافي حتى هي للتزيين، وعندي هنا الزرارع، واحد فانيا والزرارع ديال بافو والزنجلان وزريعه الكتان. هاد الفقاص ديالنا غادي نفندوه في هاد الزنجان والبافو وزريعه الكتان. هادو كيبقاو اختياريين، اللي بغات ديرو كديرو، اللي ما بغاش ديرو تكتفي غير بالمقادير الاخرى. عندي هنايا واحد قشر الحامض راني ما ذكرتوش ليكم، مبشور، وعندي قبيصه ديال الملح، وكنضيفوا هاد العناصر كلها في دقه وحده، وكنمزجوا العناصر كلها مع بعضياتها، وندير واحد الفانيلا. هاد الفقاص كيجي رائع وممتاز بهاد الزرارع، كيجي غني رائع. كنتمنىكم تجربوه، غادي يعجبكم اكيد. وهنا كنخلطو وكنضيفو الدقيق تدريجيا، وكنخلطو العناصر مع بعضياتها كلها حتى تنحصلوا على واحد العجين رطب ولين. كنقطعوا العجين ديالنا، كنقطعوه 3 القطع متساويه، وكنشكلوها على شكل كره، وكنخبعوا العجين ديالنا، نغطيوه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق، ثم نبسطوه على ورق الطبخ بهذه الطريقه هكذا. والبلاستيك الغذائي، واللي عندها غير ورق الطبخ دير ورق الطبخ، واللي عندها ورق البلاستيك عفوا الغذائي كدير البلاستيك الغذائي. وكنبسطوه على شكل مربع و اولا مستطيل، وكنجيبوا بياض البيض وكندهنوا هاد العجينه ديالنا، السمك ديالها ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ، وكنقطعوا اللوز والكركاع لينا طريقه عشوائيه اولا طريقه سطر سطر، اولا لا تكثروا من الكركاع اولا تكثروا من اللوز، يعني هذا كيبقى الاختيار ديالكم فقط. مجرد كنعطيو الفكره والاختيار والذوق حسب كل سيده. وكنستفوا هاد العناصر ديالها كتبقى ونستفوا عشوائيا في الطبخكم كيف ما بغيتو. وكنجيبو هنا، راني ما قطعتش ما جردتش التصوير لحقاش الطريقه الاخرى راه كلشي تبارك الله كيعرف السيدات كيعرفوها، يعني سهله. وهنا ما زدتش التصوير باش تشوفوها. البابي كويسون كيساعدكم باش تلفوه، اولا البلاستيك الغذائي فهو كذلك كيساعدكم باش تلفوا هاد الفقاص ديالكم، يعني ساهل. كنجيبو كنخدمو بهاد الطريقه تكتيكيه في الصوره، وتنحصلوا على حربول بهاد الطريقه، وكنديوه على طاوله العمل ونجيبوه هكذا بهاد الطريقه باش نحصلوا على هذا الشكل هذا. وكنضغطوا عليه من الجوانب ديالو باش ما تخرج ليناش الحشوه من تما. وكنخدموا الشكل ديالنا بهذه الطريقه كيف كيتبين لكم، يجي الشكل رائع وممتاز. وهنا ديك الكف ديالو اللي كنا لويناه عليه هو اللي كيبقى التحت، كيبقى شاد من العجين، ما كيطرطق، ما كيتحل في الفرن، ما حتى شي حاجه. نشكلوا هاد الكره، هاد شكلنا الكره الاولى، بقى لنا الكويرات الاخرى نشكلوها ان شاء الله. انتم كتشوفوا في الصوره كي كتبان لكم، نشكلوها ان شاء الله، ونرجع معكم فاش نبغيو ندهنوه بالبيض. هنا غادي نقطعوا نسكافي والبيض، غادي نمزجوه مع بعضياتهم، وكندهنوا هاد البودان ديالنا، وكنفندوه اكيد في هاد الزرارع. كنخويوها بهاد الطريقه اولا نخويوه في بابي كويسون ونمرمدوه هكا، يعني نتوما كيفاش كتخدموا كل وحده وكيفاش كتبغي تخدم. كنقطعوا البودان ديالنا كنديروه بهذا الشكل هكذا هنايا، وكنديروه في الطاوله د العمل، وكنديروه في الفرن مباشره. الفرن يكون مسخن من قبل ودرجه حراره مهيله. كنخرجوه وكنديروه في واحد البابي سوفيزي، وكنغطيوه نخليوه يبات ليله كامله، ونجبدوه ونقطعوه. بعد ما بات ليله كامله كنقطعوه بهذا الشكل.
يعني شكل عادي كيف كيتقطع الفقاص، وكنحصلوا على هذا الشكل هكذا كله كيكون عامر بالكركاع واللوز. ما عرفت اناش الصوره هنايا كتبان ليا الصوره سوداء، وهو الصورة ديالو ناصحة وغزال ورائع، وكنديروه في الفرن وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم ويرقكم وينال استحسانكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده على الجميع، وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش